السلام عليكم. بايدن هذه المرة في ورطة حقيقية في اليمن. انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي حتى من داخل المملكة العربية السعودية، خصوصا بعد المفاوضات السرية التي تم الكشف عنها في الصحف الأمريكية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تمت في سلطنة عمان وبشكل سري لمناقشة التصعيد الحالي للحوثيين في مواجهة السفن الدولية المتجهة في البحر الأحمر. الانتقادات الموجهة للأمريكيين أساسا على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تتساهل كثيرا مع إيران. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، المشكلة ليست في التفاوض، فالسعوديون يؤمنون بأن التفاوض هو حل من الحلول من أجل تجنب الحروب الكبرى، ولكن المشكلة الآن هو هذا التساهل الذي أدى إلى ما يحدث الآن. التساهل الذي ليس وليد اللحظة، بل هو وليد عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن ليس هذا هو لب المشكل، فالعمل السياسي يبقى مطروحا، وتجنب الحروب هو من طبيعة العمل السياسي. ولكن انتقاد المملكة العربية السعودية للإدارة الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية واضح، هو مستحق، سواء بالتعامل مع الحوثيين أو التعامل مع إيران. فبهذا التساهل أفقدت الولايات المتحدة وفقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها، بل أفقدت دول الخليج حتى مصداقيتهم في اليمن، كل دول الخليج بدون استثناء. تساهل إيران يا سيدي كان واضحا جدا، سواء مع إيران نفسها أو مع ميليشياتها وخصوصا الحوثيين، حين قامت برفعهم من قوائم الإرهاب وقامت بحمايتهم، بل وفرضت ضغطا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا على دول التحالف من أجل عدم القضاء عليهم، وهو الأمر الذي مكنهم بالبقاء حاليا. فالبقاء للحوثيين اليوم له فضل واضح من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبعده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية بورقة حقوق الإنسان بشكل انتهازي، ونحن لا نرى أي أثر لها اليوم في الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تأخير تسليم المملكة العربية السعودية الأسلحة التي كانت تحتاجها في تلك الحرب، وليست السعودية فقط بل حتى الحلفاء، بل قامت أكثر من ذلك بالحيلولة دون سقوط ميناء الحديدة. السؤال الذي يطرحه السعوديون، الخبراء السعوديون تحديدا، هو أين كانت الولايات المتحدة الأمريكية حينما كان الإيرانيون يقومون بإرسال الخبراء العسكريين ويقومون بتدريب الحوثيين، بل كانوا أيضا يرسلون قيادات ومدربين من حزب الله في لبنان إلى اليمن إلى الحوثيين. أين كانت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت؟ واليوم بعد أن أصبح الحوثيون من جديد في قوائم الإرهاب، وأصبحت الولايات المتحدة بعض الضربات المحتشمة داخل اليمن، عادت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن الدور التخريبي الجديد لإيران، وبدل أن تذهب لمفاوضة الشرعية ومساندة الشرعية في اليمن، أصبحت تتخذ مفاوضات سرية مع الإيرانيين داخل سلطنة عمان. هذا التفاوض على كل حال كان متوقع، لأنه لا توجد حاليا استراتيجية أمريكية واضحة تجاه إيران وميليشياتها في المنطقة، بل على العكس تماما، إن هذا التخبط الأمريكي هو ما أقنع الإيرانيين بأن هذه الميليشيات ضرورية جدا في جلب الأمريكيين إلى طاولة المفاوضات. والدليل على هذا أنه لم تقع هجمات داخل العراق أو سوريا من الميليشيات الإيرانية منذ 4 فبراير. يعني ببساطة أن الأمريكيين فهموا أن اللعبة الآن بيد الإيرانيين، وأن الإيرانيين من يتحكمون بزمام الميليشيات. تقول صحيفة الفاينانشال تايمز أنه منذ أن أصدر الجنرال قاني في إيران أوامر للميليشيات العراقية بإدارة سلوكها بطريقة لا تجعل أي مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران، منذ ذلك الحين تغيرت الأمور كثيرا في العراق، ومنذ ذلك الحين سعت واشنطن للاستعانة بطهران من أجل كبح جماح ميليشياتها المنتشرة في المنطقة. لكن هناك مشكلة أخرى اليوم، وهو مشكلة داخل الشرعية اليمنية، حيث يعتقد المسؤولون العسكريون والسياسيون في الشرعية اليمنية أن الحوثي يستغل كل هذه الفقاعة الإعلامية من أجل التجهيز لهجوم عسكري عنيف للقيام بعمل عسكري كبير جدا ضد الشرعية واحتلال أجزاء جديدة من الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي أكده أيضا المبعوث الأممي الخاص، إذ يقول المبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرغ إن أطراف النزاع الآن في اليمن
أصبحت على قناعة متزايدة أن احتمالية نشوب حرب أهلية يمنية جديدة باتت تزداد في الأفق، واحتمال تغيير أطراف النزاع باليمن لحساباتها وأجندتها التفاوضية، إذ قد تقرر الأطراف الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تعيد اليمن إلى حلقة جديدة من الحرب، وهو الأمر الذي لا يريده أي أحد في المنطقة. وفي حال وقعت هذه الحرب، وفي حال استمر الحوثي في ضرب السفن البحرية العالمية، فإن ورطة بايدن في المنطقة تكون عميقة جدا، ولا يمكن فقط حل هذه المشاكل عن طريق مفاوضات سرية. وهنا تكمن ورطة إدارة الرئيس الأمريكي التي لم تعد تجد أي تعاطف من قبل كل دول المنطقة.